بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم واتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. حلقه جديده ان شاء الله باذن الله تعجبكم. عندنا احداث كتيره جدا عايزين نتكلم عليها، وهي اول حاجه عايزين نتكلم عليها فوز النادي الاهلي على سيراميكا كليوباترا. طبعا النادي الاهلي خلاص اكتسب الثقه طبعا بعد الفوز على بيراميدز والاحداث اللي كانت في الفتره الاخيره. الاهلي جاي من بعيد، بس دايما بقعد اتكلم في الجزئيه دي لان النادي الاهلي الهدف بتاعه هو عارف رايح فين. الدوري زي ما الجمهور كده بيساند والجمهور بيدعم، واللعيبه حتى خبرات اللعيبه جوه الملعب زي اسامه ابو علي. واسامه ابو علي بصراحه عايز اديله حقه. عارفين ليه هو الناس كلها بتتكلم عليه والجمهور بيتكلم عليه وفرحان بيه؟ لان احنا فعلا مفتقدين مهاجم بالشكل ده وبالاداء ده وبالتحركات دي وحتى الايجابيه على المرمى. عشان كده الناس دايما بتتكلم على اسامه ابو علي. بصراحه صفقه ناجحه، والكلام ده الحمد لله احنا قلنا من اول مباراه ليه. اعتقد كانت اول مباراه ليه كانت سيمبا على ما اعتقد، كانت خارج مصر يعني. باين عليه من التحركات بتاعته، باين عليه من الاداء بتاعه، باين عليه من الاستلام بتاعه مع الوقت واكتساب الخبره. وهو ده اللي بيفرق مع لعيب محترف جاي النادي الاهلي عايز يحقق نجاح وعايز يعمل تاريخ لنفسه مع افضل جمهور، مع افضل اللعيبه، مع جهاز فني على اعلى مستوى، مع اداره موفره كل الامكانيات اللي تخلي اللاعب ينزل يتالق. بصراحه متالق، بصراحه بيخلص لك الماتشات. مهاجم فعلا يليق باسم النادي الاهلي. يعني انا بتوقع النادي الاهلي لو دعم الفتره اللي جايه ان شاء الله يجيب صفقات على اعلى مستوى. طبعا الو ديانج سافر تركيا للانضمام لنادي الخلود السعودي، من اللعيبه الكويسه وظهر بالشكل كويس في الفتره الاخيره. هل النادي الاهلي في الفتره اللي جايه هيجيب لعيب؟ انا متوقع ان يبقى فيه صفقات قويه، لان النادي الاهلي الموسم اللي جاي او الموسم الجديد داخل على بطولات مهمه، والاهمها كاس العالم للانديه. طبعا في مشاركه دوري الابطال، النادي الاهلي عايز يحافظ على اللقب. الناس كلها بتطلب دلوقتي البطوله ال 13. هو ده النادي الاهلي. اللعيبه ماشيه بشكل كويس، اللعيبه نازله متحمسه، اللعيبه عايزه كل واحد عايز يبقى موجود، لان النادي الاهلي اسم وتاريخ بيضيف لاي لاعب. انت لو ما استغلتش الفتره اللي انت موجود فيها في النادي الاهلي مش هتقدر تستغلها تاني. عشان كده وسام ابو علي ابتدى الناس تتكلم عليه، الناس فرحانه بيه، جمهور النادي الاهلي فرحان بيه، لانك انت 5 سنين ولا 6 سنين بنعيش مأساة. الجمهور عايش مأساة، واحنا بنتفرج على المباريات. طبعا كان في وليد ازارو، عماد متعب، اسماء كبيره جدا يا جماعه، فلافيو. الاسماء دي اثرت مع جمهور النادي الاهلي فافتقدناها. وسام ابو علي قدر ان هو يكتسب ثقه الجمهور، ثقه اللعيبه حتى فرحانه بيه جوه الملعب. ابتدى يتاقلم بسرعه، عشان كده دخل لقلوب جمهور الاهلي بسرعه. ابتدت الناس تحترمه حتى سواء اهلاويه او زملكاويه. لعيب مقاتل، لعيب بينزل يموت نفسه، عايز يعمل تاريخ. امام عاشور المباراه الاخيره عمل مباراه كويسه بصراحه. ابتدت الفرقه ليها شكل، الشناوي ابتدى يظهر بشكل مميز، ابتدى يكتسب ثقه تاني، ابتدى يبقى في روح جماعيه. حسين الشحات، مش عايز انسى لعيبه بصراحه، مروان عطيه، اكتر من كذا لاعب في الفتره الاخيره شغالين بشكل كويس. محمد هاني، في برضه لعيب تاني برضه كريم فؤاد شغال بشكل كويس. عايز اتكلم على عمر كمال عبد الواحد، وده دايما اللي انا بتكلم عليها، ان في لعيبه دايما بتبقى قاعده بره مركزه عايزه تنزل تعمل حاجه. عمر كمال عبد الواحد بقاله فتره حتى لما بينزل 10 دقايق في ربع ساعه بتلاقي البصمه بتاعته، حتى الهدف بتاعه نزل. في ناس تانية يا جماعه ممكن تنزل 5 دقايق بيبقى خلاص بالنسبه له الماتش، يعني نازل قرفان. في لعيبه بتحب تلعب، بس الفرق ان اللعيب نازل مركز بيتالق، شغال بشكل كويس جدا. عشان كده دايما ربنا بيكرمه. برضو عايز اتكلم على موقف قفشه، وانا الكلام دوت بتكلم فيه دايما يا جماعه، عشان دايما الناس بتقعد تتكلم على السوشيال ميديا ازاي بيتعصب وازاي بيتضايق. وحتى يمكن في بوست نزل ليه او ستوري مثلا نزل ليه على السوشيال ميديا، وانا اتكلمتها حتى في مشكله زيزو مع المنتخب الاولمبي. يعني يا جماعه دايما قدروا ان اللعيب بيبقى متعصب. اللعيب دايما بيبقى هو اللي حاسس بنفسه جوه الملعب. انا عارف دلوقتي انا كويس، انا مأدي بشكل كويس، حاسس ان انا الكوره مش ماشيه معايا. زي امام عاشور الماتش اللي فات لما خارج كان متضايق، ايه المشكله؟ زيزو لما خرج وكان متعصب في المنتخب الاولمبي، ايه المشكله؟
الحاجات دي طبيعيه يا جماعه. الحاجه الوحيده اللي الجمهور يقدر يتكلم عليها او تقدر تنتقده او تقدر ان انت تعاتبه، لو مثلا شوح للمدير الفني، شوح لمدير الكوره، ما احترمش زمايله، اتخانق مع المدير الفني وهو خارج، الحاجات دي اللي تقدر تتكلم عليها. قفشه اكيد يا جماعه كل لعيب ما بيحبش يتغير. انا واحد من الناس ما كنتش بحب اتغير، انا واحد من الناس لما كنت ببقى بلعب مثلا او ممكن مش موفق في بعض الاحيان، وجهة نظر مدير فني، ببقى خارج زعلان، خارج زعلان طبيعي، ده شيء طبيعي. فعشان كده بقول لقفشه، انا عارف ان الموضوع بيبقى صعب لانك انت بتبقى مضغوط جماهيري وعايز تثبت نفسك وعايز تتألق، لان الفتره اللي انت بتلعب فيها كوره هي الفتره دي اللي انت بتستمتع بيها. فاتمنى ان الناس تهدى في الجزئيه دي، لان في الاول والاخر اللعيب بشر برضه، يعني عنده احساس وعنده مشاعر وعنده عصبيه، ودايما الضغوطات جوه الملعب مختلفه عن الجمهور. اذا كان انت الجماهير بتبقى قاعده في المدرجات وعلى اعصابك، تقعد تاكل في لب وما اعرفش، تقعد تشرب في ميه ومتحمس. طب اللعيب بقى على فكره بيبقى اكتر منك، اللعيب بيبقى اكتر منك جوه الملعب عشان خاطر عايز يفرحك. ده كان كلامي على النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله خلاص النادي الاهلي بيقترب من الفوز بالدوري. لسه الدوري في الملعب، بس دايما النادي الاهلي بيحب لما بيكسب البطوله بيكسبها باستحقاق. كل التوفيق للنادي الاهلي للفتره اللي جايه ولعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون الموسم اللي جاي افضل. برضو عايز اروح على الزمالك. نزال الزمالك طبعا عنده مشاكل في اللعيبه، بعض الناشئين اللي موجودين، بعض الخبرات، ما فيش غير ناصر ماهر هو اللي شغال بشكل كويس، عبد الله السعيد، عمر جابر. بصراحه الجزيري، عوده الجزيري، مش ده مستوى نادي الزمالك. خلاص هو موسم صعب، موسم صعب على جمهور نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك وعلى حتى لعيبه نادي الزمالك. ودايما كنت بتكلم في الجزئيه دي وناس كانت بتهاجمني، فكر في اللي جاي. خلاص هو موسم يعني يعتبر من أسوأ المواسم لنادي الزمالك الموسم ده، بس فين بقى اللي جاي؟ ما هو مش هينفع نادي الزمالك يخش الموسم الجاي بالشكل ده، مش هينفع تخش الموسم اللي جاي بالشكل ده، تبقى كارثه. هل نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك مبسوط ان نادي الزمالك بعيد عن المنافسه وبعيد عن البطولات وبعيد عن خلاص الكونفدراليه خلاص خلصت؟ الفرحه كانت زياده من الجمهور وزياده من اللعيبه ومن الجهاز الفني. طب بس على الاقل نشوف قوام. لازم الراجل، انا واحد من الناس بشوف نغمه ان الراجل ده لازم يمشي. يا جماعه الراجل ما عندوش، يعني ما عندوش ادوات، ما فيش غير هو 5 6 لعيبه. عندك عبد الله السعيد، ناصر ماهر، الجزيري لسه راجع من فتوح، لسه راجع من اصابه، عمر جابر، دونجا. فعندك القوام الاساسي مش موجود. خلاص هي فتره صعبه. برضو الناس اللي بتتكلم على مشانه، والله يا جماعه مدير فني كويس على فكره، هات له الادوات، هات له لعيبه كويسه وبعد كده حاسبه، لان النغمه كتيره جدا على رحيله دي مش في مصلحه نادي الزمالك. المدير فني كويس على فكره، انا عارف ان الموضوع بيتاخد عند معايا، بس والله مدير فني كويس. هات له بقى لعيبه، يعني انت جاي بتحاسبه في وقت اللعيبه، مع احترامي اللعيبه اللي موجوده صعب جدا. عبد الله السعيد ابتدى يظهر بشكل كويس، ناصر ماهر ما شاء الله ابتدى شغال كويس. انا بحب نوعيه اللعيبه دي، عمر جابر، دونجا، في اكتر من كذا لاعب بصراحه. في لعيبه لازم تمشي وفي لعيبه لازم تبطل. خلاص بقى هي الكوره كده. هتكلم على محمود عبد الرازق، يعني محمود عبد الرازق خلاص عامل السن، كبر حتى والله. يعني صعب عليا في كوره، هو مع عنتر بيجري بالكوره، عنتر سبقه وجاب الكوره منه. خلاص يا جماعه هو عامل السن دلوقتي. السن بتاعك لما بتوصل ل 39 و40 سنه ما بتقدرش تجري، ما بتقدرش تكمل، مش هتقدر تكمل المباراه، شكلك هيبقى مش حلو. واصعب حاجه لما الجمهور يقول لك بطل. يعني الجمهور بيحبك، جمهور الزمالك بيحب محمود عبد الرازق وبيعشقه، بس اصعب حاجه ليك كلاعب كوره ان الجمهور اللي بيحبك ده هو اللي يطلب ان انت تبطل. فانا والله نصيحه من اخويه ونصيحه في الكوره، هي مش عند، انا يعني ممكن تستغله. الناس عماله تتكلم ان هو قائد بره الملعب وجوه الملعب، طب ما استغله في الجهاز الفني الموسم الجاي على الاقل تكريم ليه. عايز تدخله في جهاز الكوره، مدير كوره، ايا كان البوزيشن اللي انت عايز تحطه فيه، بس محمود عبد الرازق كفايه. هيجي لك وقت الناس هتقول لك خلاص بقى، والوقت ده بتبقى التبطيله وحشه، وحصلت مع حازم امام وحصلت مع نجوم كبار. فاتمنى ان ما ياخدش الموضوع هو عند معايا،
لا هي في الاول والاخر كوره، وبنتقد كوره وبحترم الكل، بس كوره. انا مش هطبل لحد ولا اخاف من حد، لان الحمد لله ما بخافش من حد خالص. انا لما باجي اتكلم على حد بتكلم عليه كوره، فاحتراما ليه وان الناس اللي بتحبه حتى الناس المقربين منه يقولوا له خلاص كفايه كفايه. باين عليه في الملعب ان هو مش قادر يجري، مش قادر يتحرك، المهاره بتاعته ما بقتش زي الاول. انا يا جماعه لما يبقى عندي 22 سنه ولا 24 سنه ولا 26 سنه السرعه بتاعتي مختلفه لما يبقى عندي 40 سنه. نادي الزمالك لو بيفكر الموسم اللي جاي لازم بقى تعمل قوام، مفيش عاطفه، مفيش حاجه اسمها مجاملات. انت هتخسر. هات لعيب استفاد بيه، هات لعيب يضيف لك الفتره اللي جايه، لانك انت عايز تعمل قوام لو انت عايز تنافس الموسم اللي جاي. عندك السوبر الافريقي، عندك الدوري المصري، عندك الكونفدراليه، عندك حاجات مهمه، والجمهور ده بيساندك رغم ان انت ادائك في الفتره الاخيره سيء جدا، بس الجمهور بيساندك. فعلى الاقل حاجه الجمهور ده يفرح، على الاقل حاجه الجمهور ده يشوف لعيبه على اعلى مستوى ويشوف امكانيات تليق باسم نادي الزمالك. اخر حاجه قبل ما ننهي حلقتنا، طبعا عايز اتكلم على المنتخب الاولمبي. مبروك الفوز المنتخب الاولمبي على اسبانيا 2-1. كانت مباراه ممتعه، وكانت باينه حتى روح اللعيبه مع بعض. النني، زيزو، ابراهيم عادل، شحاته. بصراحه امبارح الاداء كان حلو، بس مش عايزين نفرط في الفرحه، يعني ما يبقاش في افراط في الفرحه. حقك تفرح وكسبت، بس برضه انت اللي جاي اصعب. خلاص كسبنا امبارح زيزو، مش احنا كنا بنتكلم على زيزو وقلنا ان احنا عايزين نشوف اداء امبارح؟ عمل مباراه كبيره. ابراهيم عادل عمل مباراه كبيره، رغم ان انا اتكلمت على ابراهيم عادل الناس كلها بتقعد تتكلم ان انت لعيب كويس، ورينا في الملعب. زيزو امبارح نازل على قد الموقف اللي حصل، وانا الحمد لله والله لما باجي اتكلم على حد انا ما فيش عداوه ما بين حد شخصيه، يعني اتكلمت قلت لما الناس بتنتقد زيزو لما يبقى حلو يقول له حلو اهو. النهارده امبارح عمل مباراه كبيره، حلو هايل، كمل بقى. خلاص انت كده خدت ثقه الناس، ثقه الجمهور، ثقه الناس حتى اللي بتتكلم. كمل بقى، حلو كده. امبارح كان باين عليك الفرحه، وباين عليك الايجابيه جوه الملعب، باين عليك الروح، عايز تثبت وجودك، ده حاجه محترمه. ابعد عن الناس اللي حواليك اللي هي بتطبل لك وانت وحش. وهقولها تاني، الناس دي مصلحه معاك، الناس دي يهمهم ان هو يتصوروا معاك وينزل ستوري ومش عارف ايه وتيك توك والحاجات اللي هي دي عشان يشتهر على حسك. اللي بيحبك هيقول لك انت كويس، هيقول لك انت كويس، واللي بيحبك هيقول لك انت وحش. ده بيحبك هيقول لك انت مستواك وحش. امبارح اهو شغل هايل، الحركه بتاعتك والمهاره بتاعتك وسرعه رد الفعل، هو ده اللي احنا عايزينه. مش بيتقال عليك احسن لعيب في مصر؟ يبقى كمل. خلاص خدت ثقه الناس والناس احترمتك، كنا مبسوطين بيك امبارح. طالما انت نجم يبقى انت اللي تشيل الفرقه، انت القائد، انت القوه الحقيقيه اللي جوه الملعب، انت القوه اللي تقدر توجه وتتكلم. النني بصراحه النني عامل شغل كبير جدا، رغم انه بقاله فتره كبيره جدا ما بيلعبش، بس مقاتل يا جماعه، بيموت نفسه. هو ده ابراهيم عادل امبارح عمل مباراه كبيره هايل. كمل بقى، كمل. الناس بتقعد تتكلم ان انت لعيب كويس، كمل. ما هو الاستمراريه هي دي الاهم. زيزو برافو يا زيزو، كمل. خلاص انت امبارح بان عليك ان انت عايز تثبت وجودك، وانا بحترم نوعيه اللعيبه دي اللي هي عندها قلب، اللي هو انت بتقول عليها وحش لا انا كويس. طب حلو، هنشيد بيك وهنسقف لك. ابراهيم عادل هايل، النني هايل، الجهاز الفني امبارح عمل مباراه كبيره، في فرحه. بس مش عايزين بقى خلاص بقى كده الموضوع انتهى. احنا عايزين منتخب مصر الاولمبي يرجع بميداليه، على الاقل رابع، على الاقل يعني ثالث. تقدر لما بنعوز وعايزين نحقق بنقدر نوصل للهدف بتاعنا. بالتوفيق لمنتخب مصر الاولمبي، عملوا مباراه كبيره. المباراه دي بقى تديك ثقه، تديك ترابط ما بينك وبين اللعيبه والجهاز الفني. الجمهور امبارح كان فرحان بالاداء وبالمكسب، بس نكمل بقى، ما نجيش بقى نقول خلاص كده ده احنا كسبنا اسبانيا. ما كل مباراه ليها ظروفها، في لعيبه ما لعبتش، في لعيبه ما كانتش موفقه، فمش كل مباراه هي ليها التقييم بتاعها. خلاص فرحنا وزي الفل ومية مية وكل الناس سقفت لكم. عايزين بقى منتخب مصر يوصل بقى للنهائي، عايزين منتخب مصر يلعب على اول وتاني. نقدر عايزين لا قدر الله حصل حاجه على الاقل تلعب ثالث ورابع، يبقى تبقى ثالث العالم، يبقى حاجه مشرفه للكره المصريه. بالتوفيق للعيبه، توفيق لرجاله منتخب مصر الاولمبي، كل المجموعه اللي هناك ان شاء الله يبقوا رجاله والهدف نقدر نوصل. هنا انتهت حلقتنا من ذا ديفندر، ان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقه قريبا. تحياتي ليكم، ابراهيم سعيد.